الهلال وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية. مباراة كان قريب فيها الهلال للوصول لنهائي البطولة، ولكن في هذا الموعد التاريخي، في هذه الليلة الكبيرة اللي نتمنى أن يقدم من خلالها أبناء الزعيم مباراة رائعة. تعال نشوف أحداث المباراة، فصل على الحبيب ودوس اللايك الجامد بتاعك ويلا نبدأ. التسديدة الأولى من إيجالو وبتيجي على شمال كيبا. دياجو سيلفا بيحط صاروخ وبتخرج بره، بيرجع زياش وبيحط أخطر كرة لحد دلوقتي وبتروح فوق العارضة بشوية، وتشيلسي كان أخطر. تشيلسي ضاغط وكرة للدبابة لوكاكو بس المعيوف بيشيلها وبتطلع أوفسايد في الآخر. اللي بعدها عرضية من إسبليكويتا للوكاكو والكرة بتيجي جنب القائم الشمال، وتشيلسي قريب من الهدف الأول. كور عرضية خطيرة هنا وهنا، ولو كرة منهم عدت للاعب كنا هنشوف اجوال. الغول ما بيهداش وبيحط كرة تالتة في ايد المعيوف، ولوكاكو قريب من الهدف الاول. ماريجا بيحاول بواحدة بس وحشة جنب القائم. الغول تجيله كرة قدام الجول وبيحطها في شباك الهلال، وتشيلسي بتتقدم 1-0. الصراع البدني، الكرة العرضية بالراس خطيرة فيها غلطة دفاعية وهدف أول لمصلحة لوكاكو. بس تعال نشوف ايه اللي حصل. الهلال بعدها بدأ يلعب لعبه ويمتع الجماهير، ولعب حلوة وبتروح لسالم الدوسري اللي عاوز يحط واحدة ارتو بس بتخرج بعيدة عن المرمى. لوكاكو محدش قادر عليه في المنطقة لدرجة انه بيستلم وبيباصي لحكيم زياش وبيضيع كرة سهلة قدام الجول. واحدة من ماركوس الونسو بعيدة، التانية من تشيلسي في ايد الحارس، وبيخلص الشوط الاول. والهلال ما قدمش اي حاجة في الشوط ده، وبيبدأ الشوط التاني. تشيلسي داخلة سخنة وبتروح بكرة شبه انفراد من الشمال، وبيضيع جول على تشيلسي بعد ما جت في القائم. محمد كنو بيرد بصاروخ بس بتطلع بره. بيرجع زياش وبيحط كرة في المرمى بس المعيوف مركز. اخطر كرة بتيجي للهلال، وموسى ماريجا بيروح بانفراد وبيحطها في ايد كيبا وبتخرج بره، وبيضيع هدف مؤكد على الهلال وبيضيع هدف التعادل. كرة سهلة بالراس في ايد المعيوف. محمد كنو ما بيحطش تسديدات، ده بيحط صواريخ حرفيا، وبيحط صاروخ بيشيلها كيبا باعجوبة. الهلال في الشوط الثاني احسن بكتير. الثانية من بيريرا على شمال الحارس، والهلال كان قريب قوي من الهدف الاول. بعدها كرة ركنية وضربة بالراس من الكوري جانكو هيون سو. تشيلسي بيروح بكرة من لوكاكو وبيعملها الماونت، وبيحط كرة في دفاعات الهلال وبتخرج بره علشان يصفر الحكم والهلال يخسر امام تشيلسي. مباراة كان الهلال افضل في الشوط الثاني. لايك واستناني في ملخصات تانية.